كتار من الصبايا سألوني كيف بيطلع معي هيك لون اليالنجي أو ورق العنب بضل لونه أخضر. تابعي الفيديو لقلك الأسرار. أول شي عندي زيت بلدي، طبعا أنا بحط هون تقريبا شي نص كاسة كبيرة، وبقلي بصلة، وبعدين بقطع بندورة مربعات صغيرة أو ببشرها بشر. تقريبا عندي هون 3 حبات بندورة، بس لحتى يدبلوا بدي نزل رب البندورة، كمان بدي حمصه بالزيت البلدي. شوف أنا الكمية، لا لسه بدي معلقة كبيرة تانية على حسب الرز اللي عندي. هلأ هون سر النكهة، عندي ربع معلقة صغيرة سكر، وعندي معلقة كبيرة ملح، وعندي ربع معلقة بن، ورشة بهار حلبي مشكل، ومعلقة كبيرة نعناع يابس. ما شاء الله، طبعا طلعت ريحة اليالنجي مجرد ما نزلت هالمكونات. بعدين أنا بحط هون 2.5 كاس مي كبار، أنا عندي هون تقريبا كيلو رز. هي بطبخ الحشوة، هو هذا السبب اللي بيخلي تطلع حبة اليبرق كل حبة قد اختها. بعدين عندي هون تقريبا يعني نص معلقة صغيرة ملح الليمون، ودبس رمان، ما بكتر كتير دبس رمان، يعني 3 كاسة مشان ما يسود عندي ورق اليبرق. وأنا هون عندي رز قصير، بس رز قصير من تبع الحشي، يعني القصيرة هيك حبة بتبقى مدعبلة. بغسل أنا الرز نص ساعة يعني، وبنشفه وبعدين بنزله. ما بخلي هلأ هون النار شاعلة، 3 دقايق بالعدد وبطفي النار. شايفين؟ ما بدي اياها تكسر عندي حبة الرز، ضلت كل حبة واختها. بعد 5 دقايق نشفت المي، بس أنا طبعا طافية النار. بعد ما نزلت الرز 3 دقايق طفيت النار فورا، حتى ما ينطبخ عندي الرز ويتفعص. بدها تضل الحبة لساتها مو مستوية. شايفين كيف؟ هلا بقلبه على زبدية وبحط له بقدونس حتى ما تسود كمان البقدونسة، لأنه أنا كتير بدقق على قصة إنه هيك العين بتاكل يعني. شايفين الحشوة كيف؟ ما شاء الله كل حبة رز وأختها. بنقي طبعا ورق العنب، ورق اليبرق بدي نقيها رقيقة وفاتحة، ما بدي اياها سميكة. وحتى عروقة شايفين كيف؟ عروقة بدها تكون ناعمة. هلا هون عندي طريقة اللف، أكيد يعني أغلب الصبايا بيعرفوا، بس هون هالفيديو مثلا للصبايا الجداد، ست بيت جديدة على المطبخ. بنسكرها أول شي هيك لورقة اليبرق، بعدين من على الطرفين، وبدي رصها كتير منيح لأنه أنا هون طابخة عندي الخضار. شايفين؟ هي الطريقة طبخ الحشوة كتير بتساعدني باللف، وحتى بتساعدني بيطلع منظرها كتير جمالي بس لحتى تنطبخ الأكلة. وهيك شايفين ما أحلاها ما شاء الله. ما بده يطلع لها من على حواف الورقة، هيك بدها تكون مضبوبة بقلب اليبرق، وما بخلي العودة بقصة منيح لأنه يعني بتضايق وقت الأكل. شايفين ما شاء الله الورق رقيق. أنا هون عندي الحشوة تقريبا يعني معلقة صغيرة بكل ورقة يبرق، بحطها بالنص، بحط الرز بالنص، ما بخليه يقرب على الأطراف. بسكرها هيك مثل ما عنا شايفين. بعدين من على الطرفين بحاول إنه ما يطلع لها من أطرافها ورق، بدي يضب الورقة منيح. وبحاول كل حبة واختها طبعا على الممارسة. شايفين ما شاء الله كان على الليبرة. هلأ هون وقت الصف، يعني ححاول كل خطوة إلك سر من أسرارها. أنا هون بدي أخلي حواف الطنجرة ورق اليبرق إنه هيك عالطول، يعني أنا بضمن لك هيك ولا حبة يبرق ما تفتح معك، ولا تشوفي ولا رزة بالطنجرة. أحيانا هيك بتشوفوا إنه بتفوش الورقة على وش الطنجرة لو حاطين تقيلة، بتهرب يعني شي يبرقاية. وهون هلأ هاي سر اللمعة، إني أنا بحط الورق، بخلي عندي كم ورقة ما حشيتهم هدول الورق، وهدول بيلزموني هلأ بالآخير. بعدين بحط، بعد ما حطيت الورق بحط التتقيلة. وهلأ عندي بدي أحط الزيت البلدي ودبس الرمان والمي، ما بكتر طبعا. هلأ هو الزيت البلدي هذا كتير ضروري مشان اللمعة، تقريبا قدر كاسة شاي زيت بلدي،
ونفس الشي قدر كاسة شاي دبس، ما بكتر حتى ما يسود عندي. والمي شوفوا لوين بدها تكون غمر اليبرق تقريبا سنتيين، أكتر بسنتيين من اليبرق. ما بعبي الطنجرة على الآخير لأنه هلأ أنا ما بكب المي. هلأ شوفوا التكنيك شلون، هلأ بس غلى عندي شايفين بلشت تصير المي حواف اليبرقة، يعني صرت شوف اليبرقة أنا من هون. خليه ساعة على النايس، ساعة كاملة بعد ما بقبق، بفحصه بعدين إذا استويت بطفي عليه، وإما بغطيه بورق بلاستيك أو بكفي ورق اليبرق اللي أنا حطيته يلي بتحبوه يعني. بس أهم شي إنه ما يجي هوا، بس اتأكسدت الورقة صار لونها أسود. شو شايفين كيف؟ هلا هون بعد ما برد ما بفتح عنه ليبرد ولا بقيم المي اللي بقلبه، ما بيصير له شي ولا بيفزر على مسؤوليتي يعني أنا مو مكترة مي. هلا اليبرقاية اللي إجاها هوا، طبعا على هوا مال الولاد الله يحميهم داقوا، شايفين اليبرقة اللي إجاها هوا تغير لونها. اليبرقة اللي ضلت مغطاية لحتى بردت لحالها ضل لونها أخضر بشهي. وهي أحلى قالب جاتو بنكهة اليالنجي، وإن شاء الله صحة وألف هنا.